عليكم. النظام كالآتي: معتصمين في الأول ميدان التحرير. الله أكبر. الله هنا المكان ده مكان اطلاق المظاهرات والدعوه باسقاط المشير. اللي جوه الجامعه الامريكيه، الشارع اللي داخله جوه ده، هنا بيتم التواجد مع قوات الامن واسقاط المصابين من المظاهرين. اما الشارع ده طبعا كلنا عارفينه، اللي هو داخل جوه ده، الشارع ده الموتوسيكلات بتدخل لجوه زي الموتوسيكل ده، بيروحوا يجيبوا مصابين من عند وزاره الداخليه ويجيبوهم هنا المكان الوسط بيتعالجوا في المستشفى الميداني اللي هو اللي هنا بداوي او هنا. هنا لجان شعبيه لجان شعبيه لجان شعبيه لجان شعبيه في كل مكان، لكن هنا مكان مظاهرات. وهنا اللي هو مكان الضرب اللي جوه الجامعه الامريكيه الشارع بتاعها، وده المكان اللي بيجيب منه مصابين. ربنا معانا ان شاء الله، هننزل ننتصر. واصحابي متصوروا ولا اعرفهم حتى، بس ربنا معانا ان شاء الله. هنكمل على المشير وسوف يسقط المشير ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا معانا. شايفين الحنطوف؟ كل هتافات الطالب باسقاط المشير، كل هتافات. تمرين صوت سيارات الاسعاف، مصابين كتير اوي، كل بيحاول ينقذ المصابين. الداخليه والجسم الصراحي، المشير ده مترحم بامر داخليه بانها بتضرب كل الساحه اللي معاها. مصابين كتير اوي هنا بيتضربوا وهنا بيتم علاجهم. يعني الحرام والله العظيم حرام اللي بيحصل ده. حاليا بنحاول نعمل كده عشان نساعد الناس. تعالوا شوف بس معايا الراجل ده اللي كاتب ايه ونرى هو كاتب ايه على يافطته. على الصراع. كنت عايز اكتب رواه المشير. رواه المشير. اكيد طبعا. كتلة انت ممكن تطلع لنا عشان كتلة شباب تنادي بالحرية. تنادي بالحرية، مسألة فيها نظرية؟ مسألة فيها نظر. ائتلاف ائتلاف طيار جيش الشرطة. حرية الايه؟ جريمة لا تغتفر. لا ينور على رب المشير. الله ينور عليك يا حاج. رواه المشير يا رب. مساعدات مادية، أطعمة وغذائية، خل كتير قوي ومية وكل حاجة. مؤسسة الشعب المصري بيبان قوته في التجمع والوحدة. لما نتفق على شر واحد نقدر ندمره بكل مثال، وكل واحد نازل يساعد بعضه. ده الترتيب بتاعنا، كل نازل يساعد. كل مكان في مصر، كل جاي من كل مكان يساعد، اللي بيقدر يساعد حاجة يقدر يساعد. قوتنا وتوحدنا بتظهر في اللحظات دي، هي دي اللحظات المناسبة لقوة توحدنا ولحظتنا. الناس المدنيين هي متكتك. ليه؟ واحد عايز قلب. تعال. نريد قاتل مشير شعب. كلمه طيب. لكن الشاب ده 10 رصاصات على ايده او 9 بس، ناقص واحدة. نفس الراجل بتاع غزة البنات، هو مش راضي يتغير. هتعملوا ايه يعني ايه اللي يتعمل؟ احسن واحد عرفته بداية التعبير ده.
ممكن بس اشوف بس الاقي التخينه دي هي ملزوقه فيها ولا ايه؟ هي ملزوقه فيها ولا ايه؟ ممكن بس امسكها لسه في طبعا حجمها ده ايه دي بالظبط؟ هي قنبله دي ولا ايه؟ بس بالحجم ده؟ اسرائيليه كمان؟ مكتوب ايوه كان مكتوب ايه موديل ان يو اس اي مودي ان يو اس اي صنعت في امريكا صنعت في الولايات المتحده الامريكيه مكتوب هنا كمان اسرائيل بس مش باينه قوي منتهى الصلاحيه ماضي ان يو اس اي ماضي ان يو اس اي بص على الاسعاف ده سمعت هنا مكتوب الماديا وزارة الصحة مكتوب الماديا ان يو اس اي صار في الولايات المتحدة الأمريكية بلا الحجم ده الراجل صوته غلى من قوة المياه عايز سلطة مدنية عايز حقي في البلد دي مش عايز اموت ولا انا ولا ولادي ولا يموت كفل معايا اهو شنطتي كفل شنطتي جايبه معايا لو مت شهيد بس ولادي هياخدوا حقهم من بعدي ده اللي انا بقوله وعاوز سلطة مدنية اسمع يا سامي يا سيدو يا اللي كنت بتقول كل بلطجية احنا مش بلطجية احنا ثوار احنا ثوار مش بلطجية اللي هو سامي سيدو مساعد وزير الداخلية يقول البلطجية احنا ثوار والزنجري طلع يقول البلطجية احنا مش بلطجية احنا ثوار انتوا اللي بلطجية عشان كده موتونا وضربتونا بالرصاص الحي والغزال المثيرة للدموع والإسرائيلية وأمريكية الكل لحد ما يوصل صوتنا بإذن الله هنشارك ان صوتك يوصل ان شاء الله هي مرزوق في بعض يا استاذ مرزوق مش هي المفروض اللي هي بتنفصل بس هي بايظه صح؟ هي المفروض هي بتنفصل دي بتضرب من البندقيه ودي بتطير في الهواء بتنفصل على الناس بس هي بايظه ولا ايه؟ بتضرب علينا واحنا بنصلي وحضرتك بتصلي اتضربت عليكم امبارح طالب بقى امبارح اتضربت عليكم بقى بطير الدموع وخرطوش وكملنا صلاتنا برضه واحنا الإمامة بتاعتنا واحنا بنصلي صلاة المغرب الجيش والشرطة هنا الشارع محمد محمود وانا بقول لك انا جاي وجاي كفني معايا وانا عندي طفلين هو طالب قال لك هيسلم السلطة هيسلم السلطة بقالنا 10 اشهر ما نفس السلطة ولا في بحران في كتان اطلبت البتوجات ب 30 جنيه قعدت اسبوع عشان اغيرها مش لاقي اجيب قوت ولادي عندي طفلين ساكن في ابو زعبل ب 300 جنيه انا بقول الكلام دوت عشان عاوز العالم كله يسمعني ويتفرج علينا احنا اللي كنا اسياد العالم بقينا بنضرب بالجزم وبالرصاص وانتوا شايفين امبارح شفت على المواقع اخونا وهو ميت الضابط ضربه برجله وهو ميت عاوز العالم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم انا ولا سني ولا شيعي ولا ليبرالي مصر ولا اخواني انا مصري انا جنسيتي مصري مش هقول اكتر من كده وشكرا العفو حضرتك متشكرين جدا دلوقتي كده سمعتوا انسان مصري عادي ملوش في المشاكل ولا اي حاجه وجاب الكفن بتاعه معاه وليه عيلين وبقى اسبوع شغال انبوبه ب 30 جنيه هو مرتبه اقل من كده اساسا مش عايز ثمن انبوبه او اي حاجه يحاول ان هو يساعد نفسه وامبارح ضربوا عليهم مصاد المغرب خرطوش وضربوا عليهم مصاد المغرب في دار التحرير قاموا طول الدموع
مصطنعة في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كمان. لو قلت لكم مكتوب عليها ماضي نيوز ايه، درس اسمها ماضي ولا مودي، نسيت أنا اللغة الإنجليزية عندي مدمرة شوية معلش. بحاول أصلحها مع كورسات إنجليزي في الجامعة الأمريكية طبعا ولسه بتكلم عن القنبلة بتقول الدموع المصطنعة في الولايات المتحدة الأمريكية. سبحان الله. الراجل مش عارف يعمل ايه، ودي هو واقف زي ما هو مش عارف ايه بالظبط اللي يعمله، واقف مكانه يعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تعالوا نلف بقى مع بعض كده شوية كده في الميدان، نشوف الشكل ده ايه. دي كلمة المشير محمد مبارك واوباما المشير في النص. هو مقاسه 50 ولا ايه؟ دي كلمة ستات كمان. صح، هم نسوان واكتر كمان. بس الجرم دي جرم اطفال، هم مش اطفال قوي يعني. هم عواجيز وماتوا اساسا. هم ده اكتر من نسوان، ده مش بشر اساسا، مش بشر. اللي عامل حد ان هو حيوان اكيد هم حيوانات. حرامينهم في الزبالة. البنات بيضربوهم جوه. بنات؟ بنات كان بيجروا مرة من شعرهم في التلفزيون، شفناها زمان اللي بيجروا بنت من شعرها. ضاربين بنت ومعجزينها خالص ورمينها في الزبالة، جبناها الصبح مسلطين علينا بلطجية. بنت اتضربت اترمت في الزبالة؟ مرمية في الزبالة جوه. قصدك الزبالة نفسها وضربوها وانت جيت النهارده وضربتها الصبح. اذا هم هم فعلا كانوا نستاهلوا كلهم الضرب الجاي. رجعوا الوضع القديم. هو شكله اتشال في الاخر. وده مش لحد لسه ما اتغيرش. صعب ان هو يتغير، محتاجين اكتر من كده عشان نغيره. نحبهم ونحترمهم عشان يطلعوا افلام. 10 صورة احترام. حزب الله ونعم الوكيل. خلي المشيرين صح. على الله هي عن الشرطة النظر بيظهر. يا رب ماشي حاجة متشكرين جدا. لقيت شفته امبارح واحدة بنت اتضربت، وبعد لما ضربت شدوا شعرها وطلعوا الجزء الخلفي من شعرها واترمت في الزبالة، والنهارده لسه مطلعينها من الزبالة. الناس دي يا جماعة اللي مش تكذب ولا بتاع، الناس دي يا جماعة بتتكلم صح وبحق وجد وحق وحقيقي. يريد قاتل المشير يريد قاتل المشير. عادي عايزين نخش لجوه، هتخش معايا ولا هتروح؟ ينفع نخش. ما شاء الله عليك يا مدينة التحرير، اتملت من اول وجديد. حرية 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 حرية. انا عايز ادخل جوه، عايز اشوف اللي جوه. انا مش داخل اشوف اللي جوه. هو فين عادل؟ شكل المشير يغلط غلطة عمره ويدخل دبابات. الراجل جايب معاه مساعدات، بطاطين، كل حاجة جاي معاه مساعدات إنسانية، بطاطين. الراجل جاي متبرع بالبطاطين للناس عشان خاطر البرد وكده. صوت قوتنا دي بتبان ادي هم رجاله مصر جايين كلهم محتاجين يتبرعوا. اللي عايز يا جماعه ينزل بدايه تحب يتبرع بقى يا حاج يا جماعه يتبرع. يا جماعه انزلوا حتى بص من غير لما يجيبوا حاجات كده، انزلوا يكفي ننزلكم معانا في الاول ميدان التحرير، انزلوا معانا بس الميدان. تعالوا نسمع قصه الراجل ده. شوف قصته ايه. مشير طنطاوي بيموتنا باخطر اسلحه محرمه. مشير طنطاوي بيكتب على الشعب المصري بيقول مفيش اي اسلحه اتضربت. حسام شرف بينكر مفيش اي اسلحه اتضربت. منصور عيسى بيقول مفيش اي اسلحه اتضربت. انه طالب استقالة الوزراء.
وزير الداخلية والمتورط قبل الثوار المشير طنطاوي لابد ان يقدم زي حسني مبارك. اكتر من 300 واحد ميتين امبارح والنهارده، واكتر من 1800 واحد مصابين النهارده وامبارح. هناخد جوه بعد كده اروح. مدام امن الدولة امبارح اي واحد يصاب او بيموت ابيض العاب بتاعته انا ضرب عشان رحت المستشفى عدم قد ايه لو في حاجه لو مصور بس انا يا جماعه ما جربت بالبدايه دلوقتي لازم مصور قصه الناس غلبان وري العالم كله وري على النت وكل حاجه ماشي. خلي بالكم بقى من نفسكم. لا يا جماعه لا الثوار مقبوض عليهم لحد الان ما حدش عارف هم فين عشان يقولوا حسني مبارك. اخطر اسلحه في امريكا اسلحه محرمه دوليه، قنبله غازات سامه محرمه دوليه، قنبله قيمتها $50,000. قنبله دي امبارح محرمه دوليا. الغازات سامه قتلوا بيها الجامع، قتلوا بيها دكاتره، قتلوا بيها ممرضين، قتلوا بيها ناس مرضى، قتلوا ناس بتصلي. قنبله دي امريكاني، قوات مسلحه اطلقت نار حي وقنابل غازات سامه محرمه دوليا. قنبله دي امريكاني، اخطر قنبله في امريكا محرمه دوليا قيمتها $50,000. امبارح الداخليه والجيش اطلقوا قنابل في بيت ربنا الجامعه الورا اللي فيه دكاتره وممرضين ومساكين امبارح. ضربوا ضربوا ضربوها حزب الله ونعم الوكيل فيهم. ربنا كفره قنبلتين امبارح ضربوا في قنبله ضمنها وثانيه بالشنطه. قنبله ناس الموت بالشمال. القنبله دي مش مشيله، احنا لو الحيوانات مش هيعملوا فينا كده، احنا لو الحيوانات مش هيعملوا فينا كده. دي من 28، دي من يوم 28. لا ما تصدقوش القنبله دي لسه نازله جديده. انا بتكلم على الطلقه، دي طلقه من يوم طلعت الغضب عامل فيها الخرطوش ده ولحد دلوقتي مش لاقي علاج ليا. اول مره من العصر العيني القوات المسلحه القوات المسلحه من العصر العيني القوات المسلحه جربت الوقت اصورها بس اصور كام مكتوب عليها. انا 20 لحد النهارده دايق. جمله مهمه جدا في النت. قادر بس اعمله بحث واكتب التاريخ عملوا لنا اتعاد، عملوا لنا مش عارف ايه كل ده ولا في اي حاجه. والمهم طلعنا 20 على من يوم 25 لحد 28. امريكا ولا قاعد في العصر العيني. امريكي ايوه هو مكمل مكتوب عليه ده. انا قادر اجيب كله من النت واعرف كل حاجه عنه. ايه يا عم يوسف ايه؟ يضربوا فينا. لا انا عايز اعرف هي كانت محرمه ولا لا. لو محرمه دي هتكون مصيبه. كان مسجل كل كامل مكتوب عنها كل الكلام. ايطاليا ما عملش حاجه. ورينا حد الحاكم ايطاليا اقرا كده حبيبي العبد. ايطالي واحد انا بكتب عليه ايطالي بتطلع على الناس معاك الشهداء والناس اللي ماتت والناس اللي اتصابت. القنبله دي مصر حقهم فين؟ شركه قهر الكيماويات بعتها. دي قنبله كيماويه دي. شركه قهر كيماويات. هي كانت هو تستخدم ايه؟ هو عايز ياخدها. لا شوف خدها اعمل ازاي. بقول لك يا حاج هي فين؟ هي حاجه المصريه فين؟ دي مصري؟ صورها بس عشان يعني ايه مصريه؟ والله اهي اقرا كده شركه قاعه الكيماويات اهو. كيماويات هي 2001 يرفع الغطاء البلاستيك وتظهر مصريه شركه قاعه. لا امريكيه.
امريكيه يا عم. يا عم مصرية. امريكيه يا عم بتكلم على ايه؟ امريكيه دي امريكيه. ايش راح منك والبتاع مسافة الأمان 15 متر. امريكيه دي 2001. تمام. العيش كده حاجة درجات تامة. 2001. سمعت $50,000. $50,000. أخطر قنبلة في أمريكا. درجات تامة 600 واحد. حتى شركة الكوميت بتصنع قنابل للناس أي خدمة. ومكتوب لها كمان أمان. قديم من الشركة دي ما تقولش علينا خالص. لا ومكتوب كمان تاريخ الإنتاج والانتهاء 2001. 2001 يعني أساس تطور من بداية 2001 4 يعني منتهي كمان الصلاحية. مستخدمها على البصر ومكتوب لك كمان مسافة الأمان 15 متر. أي خدمة. حاجة كانت تجيب حاجة يعني بتفتح مصر كلها. أيوة. تفتح كل الناس زي القنبلة دي. قطع عصام. شركة طنطاوي. بقى الكمويات الشركة دي بتستخدمها أساسا يجيبوا الكمويات اللي حصلته كده بيستخدموا مبيدات حصلت علينا. مسافة الأمان 15 متر. اتفضل حضرتك متشكرين جدا. فين بقى حاجة الرصاص اللي انت قلت عليها محرمة او وحشة؟ ايوه القنبلة دي لا هتقطع علينا الساعة 9:30 بالليل. نروح بسرعة ونشوف اللي عليك. شكل الجيش يدخل. نكمل واحد. بقول لك خش تعال. تعالى كده. ليه؟ عايز تقف في الحاجز اقف. اعمل حاجز. اعمل الحاجز الاول. اعمل حاجز. يلا يا رجاله يلا يا رجاله. المصور في البداية حاجز العقل. بس كده. لا كمل الحاجز وقرب. قرب ادخل معايا. قرب معايا. قرب معايا دولة في الميدان يا جماعة. يا جماعة الحاجز ما تعطوش حد. تعالى هنا. عرفت اعدي منهم بالعافية. ارجع والنبي ارجعوا يا جماعة. يا عم خلي بالك يا عم. ارجع بعدين. هم كلهم جايين. كل واحد ليه دور. شايفين الطرقات؟ هو المنديل بس معاك منديل؟ بس منديلين معلش يعني حسابك معانا.
ايه؟ لا لا عادي. I just sit back, Randy. ارجع ارجع رجعوا والله على الميدان يا رجاله. كان محصل نفسه. الناس شايفين بهدله دي حرب دي حرب. ربك في مكان امن. عدي بس. ده المركز زباله اللي هو فيه الجثث. الشارع ده بصل نيوتو بعض. عايزين نعرف نعمل ايه. فاكرين التلفزيون كان جايب لك ناس كده بيضربوا من ورا الحيطه. هذه الحيطه اللي كانوا بيدافعوا بيها عن نفسهم. اديتوا شايفينها هي دي. فاكرين انتوا طبعا. ما كيف اسمها ايه المطلوب من ورا الحيطه. هي دي الحيطه. بقول لك بس بعد اذنك ممكن بس اصور بس اللي هو دقيقه واحده بس وهينزل. انت بيطلع هنا عشان في واحد سريع هنا وهمشي. اذنك بس حط ايدي بس حط ايدي. انا بس مشي ولا ايه؟ هو ضرب هو
السلام عليكم. هنوقف دي واحدة بس وارجع لكم.